يعطيك العافية. إذا كنتي عم تدوري على أكلة طيبة خفيفة فحضري لي حالك لنعمل اليوم أطيب كفتة دجاج. كفتة سهلة وطرية ومتماسكة وغنية بالبهارات. تابعي الوصفة ورح تشوفي السر الحقيقي لطعم الكباب. خلينا نبلش مع بعض خطوة بخطوة. بالبداية عندي كيلو صدور دجاج طحنته بمحضرة الطعام، وفيك تطحنيه بماكينة الكبة اللي متوفر عندك، وبضيف عليهم كاسة برغل ناعم نقعته تقريبا شي ساعتين لحتى ينفش البرغل، وبدعكن مع بعض كتير منيح. وبضيف عليهم بصلة مبروشة وبدعك، وبضيف عليهم جوز فرمته ناعم وهاد طبعا اختياري. وهلأ بدي أضيف البهارات. أول شي بضيف معلقتين ملح وبدعك. طبعا انتو فيكن تحطوا كل البهارات مع بعض وتدعكوها، بس أنا هيك بحس أفضل. كل ما ضفت نوع بهارات بدعك. وبضيف معلقة كاري ونص معلقة فلفل أسود ومعلقة بهارات مشكلة ومعلقة بابريكا ومعلقة نعناع يابس. وهيك صارت جاهزة. بأي صينية عندي إياها بدهنها معلقتين سمنة. نضيف الكفتة فوق الصينية وببدأ بإيدي بهذا الشكل. وبحزز بالسكين بهاي الطريقة بدون ما أغرز السكين لتحت. وبزينها بالجوز وبدخلها على الفرن على حرارة 180 درجة. ولبين ما تستوي بدي جهز البواز يلي رح أقدمه معه. عندي بصلتين مقطعتهم جوانح، نضيف عليها بقدونس كمان مقطعته ناعم ومعلقة سماق ومعلقة ملح وخلطهم مع بعض كتير منيح. وآخر شي نضيف عليها وبزينها بدبس الرمان، وبيعطيها نكهة كتير طيبة. وهيك صارت جاهزة. يعني الريحة والطعمة خيال وبتاخد العقل، ونكهتها بتشهي القلب. وبنصحكن كتير انو تجربوها لانه اكيد رح تعتمدوها، ومتأكدة رح تعجبكن. وإذا حبيتوا الوصفة لا تنسوني حبايبي من دعمكن، اشتركوا بالقناة وحطوا لايك وفعلوا زر الجرس. سلام.